النهاردة هنعمل وصفة كباب فراخ، بجد مفيش اروع من كده. الوصفة دي حرفيا خطيرة. انا واثقة ان انتوا لو جربتوها هتبقوا مدمنينها ان شاء الله، لان الوصفة دي غير اي وصفة كباب فراخ احنا ممكن جربناها قبل كده، او كفتة فراخ احنا جربناها قبل كده، ومعاها صوص المشاوي الخطير ده. الاكلة دي صحية جدا، ومن كتر ما حلاوتها بتقلب ريحة البيت. عندي نص كيلو من صدور الفراخ، هحطهم في الكبة وهطحنهم طحن ناعم بالشكل ده. بعد ما اطحنهم طحنة كويسة جدا، هبدأ احطهم في طبق كبير، وهبدأ اضيف الخضار بتاعي بقى. الخضار انا ما احبش ابدا ان احطه في الكبة، انا هفرمه ناعم على ايدي بالشكل ده، وسكينة حامية بالطريقة دي، وهبدأ افرمه كده. بعد ما اقطعه مكعبات صغيرة ابدأ افرمه كده بالشكل ده من على الوش. قطعت البصل بتاعي بالطريقه ديت، وبرده هعمل كده في عندي فلفلايه رومي حجم متوسط، هقطعها برده شرايح بالطول. بعد كده مكعبات، بعد كده هبدا افرمها كويس قوي. السكينه بتاعتك كل ما كانت حاميه كل ما ساعدتك على فرم الخضار احسن. بعد كده عندي فلفلايه حمرا، هاخد نصها برده، وهقطعها برده شرايح بالطول، واقطعها مكعبات. بعد كده افرمها على فرم ناعم. برضو بكرر معاكي ان كل ما السكينه بتاعتك كانت حاميه كل ما كانت الفرم اسهل واسرع. بعد كده خلاص احنا خلاص فرمنا الخضار. هبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا. انا عندي ربع كوباية من البقدونس، معلقة كبيرة من الثوم، معلقتين كبار من البقسماط المطحون، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة من البابريكا. وهنا حطيت معلقة صغيرة من بهارات المشاوي من كنور، لو مش موجودة مفيش مشكلة، بس طعمها بجد بيدي طعم المشاوي كده، بتبقى خطيرة. انا كده خلاص الفراخ عندي بقت جاهزة. في بقى اعواد خشبية بتبقى تخينة كده مخصوص للكفتة ومخصوص للكباب وكده، بس انا مكانتش عندي، فانا استخدمت حوالي 5 من الاعواد الخشبية، وبلتها بلة مية بسيطة، ودهنت ايدي برضو دهنة مية بسيطة، وبدأت اشكلهم بالشكل ده. انا عايزاهم يبقى شكلهم صغير كده، بيبقوا احلى كتير وطعمهم تحفة، وبيستووا كمان بسرعة جدا. هحطهم في التلاجة لمدة 15 دقيقة، ونحضر الصوص الخطير بقى ده. عندي طاسة سخنة حطيت فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وحطيت بصلاية مقطعة مربعات، وبقية الفلفل الأحمر مقطعة برضو مربعات، وهديهم تشويحة. واول ما ياخدوا لون هنزل كده بمعلقة توم مهروس، وهقلبهم كويس. بعد كده احط معلقة من معجون الطماطم، وهدي تقليبة كويسة. بعد كده عندي 2 طماطم متوسطة برضو متقطعة مكعبات، هقلبهم كويس. بعد كده حطيت البهارات بتاعتي، رشة ملح صغيرة، فلفل اسمر، بابريكا، وبرضو نص معلقة صغيرة من بهارات المشاوي، وحطيت عليهم نص كوباية من المية، وقلبتهم تقليبه كويسه قوي كده، وهسيبهم على نار متوسطه لغايه ما يستووا. بعد ما استووا معايا هحط عليهم 3 معالق كبار من الخل، وهديهم تقليبه صغيره. وبعد كده هفرمهم بقى في الهاند بلندر او في الخلاط. ريحه الصوص ده بجد حاجه كده خطيره خطيره، لازم تجربوها. بعد كده عندي طاسه سخنه، حطيت معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهبدا اشوحهم بقى. هما مش هياخدوا معايا وقت طبعا، على نار هاديه، وهغطيهم عشان الفراخ بتستوي بسرعه اصلا كمان، وفي نفس الوقت هنقعد نقلب فيهم كل شويه عشان ما يتحرقوش مننا. ممكن تعملوهم كده، او تحطوهم في الفرن، او تعملوهم في الاير فراير طبعا، اي حاجه تعجبكم. بجد الريحه خطيره، اتمنى